هو ازاي ممكن اعلي دخلي من 5000 جنيه ل 20000 جنيه؟ هل ده ممكن؟ هل ده ينفع؟ اكيد ينفع، وهقول لك ازاي. واحد صاحبي اتعين في شركة كبيرة قوي هو واحد زميله في نفس اليوم، وبعد 3 سنين صاحبي ده اترقى ومسك بوزيشن كويس جدا، وزميله اللي اتعين معاه لسه زي ما هو، رغم ان الاتنين عندهم نفس الخبرات ونفس السكيلز تقريبا، ما عدا حاجة واحدة بس. صاحبي ده الانجليزي بتاعه كويس جدا، ودي كانت حاجة مطلوبة قوي علشان يوصل للمنصب ده. مفيش شك ان كل الشركات دلوقتي بتتعامل عن طريق الايميلات، واللي هي 90% منها بالانجليزي. بتبعت ايميلات للمديرين بتوعك، بتبعت ايميلات للعملاء، بتكتب ريبورتس او تقارير عن الشغل بتاعك، بتعمل اجتماعات، حاجات كتير. الانجليزي موجود في كل حاجة، ده حتى وانت بتعمل انترفيو في شركات كتيرة جدا بتعمله بالانجليزي. فانت لو الانجليزي بتاعك مش حلو اكيد مش هتعرف تاخد الشغلانة، لانك مش هتعرف تعدي الانترفيو اصلا. وهي دي النقطة. صاحبي ده قادر ان هو ياخد 3 اضعاف المرتب، وزميله اللي اتعين معاه لسه ما اكتشفش المشكلة فين. وكل ده عشان بس الانجليزي بتاعه ضعيف. اصل انت قول لي انا هاخدك ليه في البوزيشن ده؟ لو انا الشركه بتاعتي فاتحه في دول كتير ونص الموظفين اللي عندي اجانب، هتتعامل معاهم ازاي؟ وهتتفاوض مع العملاء بتوعك ازاي؟ لازم الانجليزي. وعلى فكره الموضوع ده مش في الشركات بس، انت لو بتشتغل تاجر وبتتعامل مع الصينيين كتير اكيد مش هتتعامل معاهم بالصيني، اكيد هتتعامل معاهم بلغه تانية. ايه اللغه المشتركه اللي موجوده في العالم؟ هي الانجليزي. يبقى ازاي هتوصل لافضل سعر وافضل ديل لو انت مش عارف تتفاوض معاهم باللغه دي؟ ولا هتجيب معاك مترجم يلف معاك كل حته عشان يخلص لك الشغل بتاعك؟ اكيد حاجه مش منطقيه. ده بقى في حالة لو انت عايش في مصر. لكن لو انت بقى بتدور على شغلانة في الامارات ولا في السعودية، فتأكد الموضوع هيبقى اصعب كتير عليك، لان لازم هتتعامل مع ناس كتيرة جدا بالانجليزي. مديرين عندك، زمايلك في الشغل، حتى لما بتنزل سوبر ماركت ممكن تلاقي عمالة اجنبية واكيد مش هتتكلم باللغة بتاعتهم، فلازم هتحتاج الانجليزي. لكن بقى لو انت مقرر انت تسافر امريكا ولا كندا، فانت ربنا معاك، لان هي دي اللغة الاولى هناك. فلو انت مش عارف تتعامل معاهم هتقعد تشتغل شغلانات ملهاش اي لازمة، زي المكسيكان هنا اللي موجودين في امريكا. بيشتغلوا شغلانات بسيطة جدا وشاقة جدا وبياخدوا في الآخر ملاليم. وطبعا هو الشغل مش عيب، احنا ممكن نشتغل أي حاجة، بس من غير اللغة دي دايما سقفك هيبقى قليل، مش هتعرف توصل لحاجة، بالعافية هتاكل وتشرب. فهيبقى لازمتها ايه الغربة في الآخر؟ ما انت بتاكل وتشرب في بلدك. لكن انت لو عايز تسافر عشان تطور نفسك وتحقق أحلامك، يبقى انت طموحك مش أكل وشرب، انت طموحك أعلى من كده بكتير، وده عمره ما هيجي وانت الإنجليزي بتاعك ضعيف. لكن لو قلنا ان انت ما عندكش فرصة ان انت تسافر بره مصر ولازم تعيش جوه مصر، فانت ستيل عندك فرصة ان انت تشتغل برضه في دول اجنبية بس من بيتك، ان انت تشتغل اونلاين من شركة كبيرة في دولة تانية، وطبعا هتقبض بعملة الدولة التانية اللي هي ممكن تبقى دولار او يورو. فمهما الحاجات غليت في مصر انت مالكش دعوة، لانك بتقبض بالدولار، فالقيمة بتاعت الفلوس اللي انت بتقبضها بتفضل زي ما هي. يبقى لازم نفهم ان مهما كان عندي سكيلز اللي هي المهارات او الاكسبيرينس اللي هي الخبرة، لكن مفيش لغة، يبقى انا عمري ما هتطور، لا سواء في بلدي ولا حتى بره. الانجليزي مهم جدا. لو بصيت على كل حاجة حواليك سواء على السوشيال ميديا أو في شغلك أو الناس كتيرة جدا اللي نجحت بره مصر، هتعرف إن هما بدون اللغة دي ما كانوش قدروا يعملوا حاجة. إيه الخلاصة؟ سواء أنت عايش في مصر أو في دولة عربية أو حتى في أمريكا، الإنجليزي ده هيبقى شيء مهم جدا بالنسبة لك. بلاش نتجاهل الإنجليزي، ويا ريت بقى نبتدي نتعلمه، لأن أنت كل يوم حرفيا بتخسر فلوس من غيره. أنا فادي يوسف، ودي قناة إنجليش بالمصري.